السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير وصحة وعافية، آمين يا رب العالمين. يا رب يفرجها علينا وعليكم ويخليكم بصحتكم يا رب يا رب يا رب. معانا اليوم قصة الجارة الثرثارة. هاي قصة أكيد كل حد عنده جار زي هالجارة. يلا بينا نسمع القصة. أول شي بنصلي على النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول إحدى السيدات: كثيرا ما أجد جارتي تقف أمام الباب باب بيتها تتحدث مع أحداهن. تكلم أحد الصبيان والصبيات في الشارع ودائما تخرج إلى السوق. سكنت هذه الجارة منذ بضع سنوات، حينما لا يمر عليها يوم دون الخروج من بيتها. دائمة الخروج من بيتها، رايحة جاية قدام الباب. كانت في 40 من عمرها تقريبا، حتى أنها تشتري للجيران بعض احتياجاتهم من عند الصيدلاني، أو تشتري لهم الخضار وترافقهم إلى السوق والمستوصف. بالنسبة لي هذه المرأة خدومة وطيبة، لكن زوجي لا يحبها. يقول دوما لي تجنبيها، ويرى أنها وضيعة، ويرى أنها ثرثارة ولا تحب الخير للغير، ومع أنه لم يجربها. ولهذا كنت عندما ألتقي بها أشير لها بالإيماء برأسي، يعني السلام عليكم، وهي تفتح يديها وتقول: وعليكم السلام، الله يبارك بيكي والله يسعدك، حتى لا أفتح معها مجال للحديث علشان زوجي لا يزعل. هو لا يحب هذا النوع من النساء. هذا رأي زوجي. فهو يتمنى دائما ينتمي إلى عائلة من البرجوازية. ذهب عزهم مع الأجداد، لكن بقيت سيرتهم على كل لسان إنهم من الناس اللي فوق ما بيحبوا يلدوا للي تحت. بالنسبة لهم مقامات، ولكن قيمته مكانتها القيمة بالأخلاق، ليس بالقيمة التي راحت. لكن لا شيء الذي ليس له من حقه. كان لا يرد عليها السلام، وينظر إليها باحتقار، ولا يحب أن يراها لا في الرايحة ولا في الجاية. وكان يقول لي إن جميع النساء يجب أن يكونوا من سلالة عائلتي ومقامي، وأنا لا أرد السلام على تلك الناس البسيطة. وكثيرا ما كنت أخجل من عندما يلتقي بنا الاثنين، ولا أرد عليها السلام. في الأرض أنظر إلى الأرض، وأريد أن الأرض أن تشق وتبلعني، حتى لا أراه وهو يحرجها بمعاملته السيئة لها. وبقي على هذا الحال رغم الحاح عليه إن الاختلاف. وقلت له: هذه سنة الحياة، يوجد الضعيف والفقير والغني والمتكبر، وكل أنواع البشر خلقها الله سبحانه وتعالى. زوجي يقول مقاول في الإنشاءات، مثل بناء المدارس والأدوات والإدارات. هي مهنته. إنه تاجر مهندس، يعني عدة مشاريع مربحة بطريقة كافية، مع مرتبي أنا كمعلمة تجعلنا في رغد من العيش. لكن هذه المرة دخل مشروع أكبر من مدخراته، وأعطى شيكات بدون الرصيد. مشروع لم يدرسه جيدا، وتسرع في الدخول فيه، ليجد نفسه واقعا في قاع عميق من الديون المتراكمة عليه. أصبحنا نفكر أنا وهو ليل نهار كيف نخرج من هذا المأزق. فكرنا ببيع السيارة أو بيع البيت واستبداله بآخر أقل قيمة. مشكلة الديون أنك عندما تعطي لشخص موعد محدد لإرجاع فيه، يأتي هذا الموعد مسرعا بطريقة عجيبة ليحرجك مع هذا الناس. بعت المصاغات والذهب كله التي عندي، ولكنها مصاغات بسيطة لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تسد أي دين، خاصة وإن المصاريف البنتين في الثانوية العامة والولد الجامعي تزداد كل يوم، مصاريفهم كل يوم بعد الآخر. تدريجيا بدأنا نفكر في بيع البيت، لأنه لم يبقى لنا حل آخر سوى هذا البيت الكبير لكي نبيعه ونسدد ديوننا. بيتنا كان جميلا جدا وفيه طابقين، والحي الذي نسكن فيه كان حيا مرغوبا فيه،
ولكن يتم أتمنى أن أسكن فيه وأموت فيه، أنا التي عملت في كل طوبة في طوبة. آه، المهم، لكن بعد البيت عزيز علينا، ورثه زوجي عن والديه. والآن السيدة الثرثارة تقف أمام البيت. لاحظت إن بعض الجوار إن بعضهم جاءوا لمعاينة البيت. انتهزت فرصة إن زوجي ليس في البيت وجاءت لتسألني عن البيت. أكيد إنها سمعت من الجيران إني بدي أبيعه، وهي عارفة إنه زوجي لا يحبها. انتظرت حتى يروح عندما يخرج وتأتي هي وتسألني، فانتهزت هذه الفرصة. طبعا قلت لها سبب البيع، وطلبت منها الكتمان خوفا من أن يصل الخبر لزوجي إني أنقل أخبار البيت. استمعت لي فقط ولم تقل شيئا في ذلك اليوم. بعد حوالي أسبوع عادت للزيارة بعد غياب زوجي عن البيت، وقدمت لي اقتراحا مريحا جدا ويستطيع حل الأزمة التي نمر بها. قالت إن شقة أحد أقاربها في الغربة، وهي تملك مفاتيحه، وهي تحت أمرنا، لكنه في حي بعيد نوعا ما، وأنها تقترح علينا وأن نؤجر بيتنا الطابقين بمبلغ كويس، وهي بتعرف ناس بيدفعوا منيح. تعجبت من نباهتها وحسن تدبيرها. طلبت مني الأمر عدة أيام كي أقنع زوجي بهذا الاقتراح. وعندما اقتنع زوجي بالاقتراح عن سيرتها الحسنة وإنها امرأة خير، ليس هذا فقط، حكى لي أحدهم إنها فقدت منذ 2 ابنها البكر بطريقة مأساوية، وكرهت بيتها، ولهذا اشترت بيتا بعيدا عنه. ومنذ ذلك الحين وهي هكذا ترغب في الخروج دوما من البيت علشان ما تموتش قهر على سيرة ابنها، وسخرت حياتها لفعل الخير، حتى أن زوجها وابنيها تقبلوا الأمر ورحمة بها، لأنها كانت من انهيار عصبي عادة بعد وفاة ابنها. وبالنسبة لهم الآن هي بخير، وتأقلمت مع الواقع بطريقتها الخاصة. بعد 3 سنوات استطعنا أن دفع الديون كلها، وتعدت الأزمة، وحافظنا على بيتنا بفضل تلك المرأة. ومنذ ذلك الحين أصبح زوجي يبادلها السلام، ويعاملها معاملة بكل احترام ورقة. كم هو مؤلم عندما يتكبر الإنسان، يتكبر علينا، نتكبر على الإنسان ونحتقره دون أن نعرفه من الداخل. كم هو مؤلم عندما تقرأ تعابير الوجوه الشرسة علامات التكبر، لأنك فقط شخص بسيط وهندامك بسيط. نحن لم نخلق في هذه الدنيا صورة طبق الأصل، فبعضنا غير الثاني، أو أصابع اليد كلها ليست واحد لا يشبه الآخر. صورة طبق الأصل من التصرفات، اختلاف السنة أرادها الله خالق البارئ. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بنفهم من هاي القصة إنه مش لازم نحكم على حدا بس من الصورة الخارجية. عرفوا إنها هاي المرة ثرثارة، ابعدوا عنها، وهي الوحيدة اللي لقت مشكلة لحلهم، ولقت حل لمشكلتهم اللي كان بدهم يبيعوا بيت أحلامهم وبيت العيلة. بس الحمد لله. هاي كانت قصتنا، وإن شاء الله أنها تعجبكم. كانت معكم ريتا جمال، بحبكم بالله. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا تنسوني من دعوة حلوة، ربي يفرجها علينا وعليكم بحق لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.